نيمار عادة ما يقوم بابتكار الطرق التي يحتفل إخوان بها السلام عليكم، بعد محتاجين تسجيله الدعم لكل هدف، ديالكم بالاشتراك في مثلما القناة يفعل في هذه اللقطة وتفعيل التي الجرس تبدو لتصلكم وكأنه كل لاعب جديد. ملاكم يقوم بحماية حاولوا وجهه. ديروا شوية جيم والكومنتير يايا توري لاعب السيتي فضلا وليس السابق أمرا. يفاجئ إيدن هازارد بضربات متتالية خلال سيرهما في الممر نحو الملعب، ولكن هذا المشهد كان على سبيل المزاح. دروغبا أراد تعطيل هذا الحارس، ولكن بطريقة مضحكة للغاية بعدما قام بمسك قدمه ومنعه من الحركة قبل أن يتسبب في سقوطه على الأرض. بوسينغوا مدافع تشيلسي لم يحتمل طريقة يوسي بن عيون في الاحتفاظ بالكرة بشكل مستفز ليوجه ضربة قوية بقدمه لمهاجم ليفربول. بروسيا دورتموند لم ينتظر إجراء القرعة قبل المباراة وقام بسحب الكرة من بين قدمي الحكم. عادة ما يحتفل رونالدو بهذه الطريقة، لكن في هذه اللقطة من يحتفل هم لاعبون من فريق نجم الدوري الكوري أمام أنظار كريستيانو الذي يتواجد على دكة البدلاء. وهنا مناكفة وممازحة مانزوكيتش لابد منها قبل الدخول لأرضية الملعب. رونالدو لا يتوقف عن جنونه، وهنا يقفز بطريقة كوميدية خلف مراسل قناة يوفنتوس أثناء البث المباشر. الحكم المساعد يبهر تياغو بطريقة تمريره للكرة التي أذهلت لاعب بايرن ميونخ السابق. مثل هذه المزحات بين المنافسين لا تتوقف، خاصة أثناء الاستعداد لدخول الملعب. مايزيغا مدافع المنتخب الأمريكي تسبب في أزمة خلال المباراة بعدما سخر من قصر قامة مهاجم منتخب المكسيك أثناء مشادة بينهما. داني ألفيس يقف بصمت خلف المراسل وكأنه في حالة تركيز كبير قبل أن يلتفت له المراسل الصحفي وسط ضحكات رائعة للثنائي. هذه الفتاة كانت سعيدة الحظ بالتقاط صورة تذكارية بجانب نيمار ومارسيلو، لكن نيمار لم يتمكن من كتم مشاعره ومدحها بطريقة مثيرة. حتى الموهوب ديبالا لم ينجو من مقالب كريستيانو رونالدو الذي يقوم بمداعبته أثناء مقابلة تلفزيونية. إبراهيموفيتش يصفع اللاعب المنافس لمجرد أنه داس على قدمه بدون قصد ليسقط برفقة اللاعب مدعيا الإصابة. كريستيانو لا يطير هذه المرة، بل يقوم بحركات ساخرة من طريقة كلام المراسل أمام الكاميرا بشكل مضحك للغاية. حركة لطيفة من اللاعب ممازحا الطفلة الصغيرة التي تقف إلى جواره وبنظرات بريئة تبحث عن من قام بشد شعرها. حارس بعد خروج الكرة فقد اللاعب توازنه قبل تنفيذ الرمية الجانبية من على الخط المستقيم مع المرمى قبل أن يتدارك نفسه سريعا وينفذها من مكانها الصحيح. هذا الحارس المسكين يقع في فخ كبير بعدما راوغ المهاجم بطريقة رائعة، لكن الثقة العمياء جعلته يفقد التركيز ويترك الكرة أمامه للمهاجم الذي ينقض عليها ويودعها الشباك.
محمد صلاح يسجل هدفا من زاوية مستحيلة في شباك الفريق المنافس بعدما سدد الكرة نحو الشباك وهو على خط المرمى. لورينزو نجم نابولي انفعل على زميله بعدما تسبب في سكب قهوته بدون قصد قبل المباراة. هذا سوبوتيتش مدافع بروسيا دورتموند يزيد من حسرة روبين بطريقة مضحكة بعدما أضاع الأخير فرصة محققة للتسجيل. اللاعب المجنون أراد استفزاز المصورة التي تجلس على الأرض لالتقاط الصور بشد الكاميرا من يدها قبل أن يهرب محاولة اللحاق به.